هل تعلم أن جسدك يفتحك حتى لو لم تتكلم؟ علم نفس لغة الجسد هو العلم الذي يقرأ ما لا يقال بالكلمات. جسمك يتحدث حتى عندما تصمت. كل حركة صغيرة تحمل معنى خفي. طريقة جلوسك قد تكشف ثقتك بنفسك، ونظرات عينيك قد تفضح مشاعرك الحقيقية. عندما تتجنب النظر قد تكون خائفاً أو غير مرتاح، وعندما تطيل نظرك فأنت غالباً واثق أو مهتم. تشابك اليدين قد يدل على الانغلاق أو الدفاع، أما فتح الذراعين فيعكس تقبلاً وراحة. الابتسامة ليست دائماً دليل سعادة، فبعض الابتسامات تخفي توتراً أو مجاملة فقط. سرعة حركتك تعكس حالتك النفسية. الشخص المتوتر يتحرك كثيراً دون وعي، بينما الهادئ يتحرك بثبات واتزان. المسافة بينك وبين الآخرين لها معنى. القرب الشديد قد يدل على الألفة، والابتعاد قد يعني عدم الراحة. حتى طريقة المصافحة تحمل رسالة. المصافحة القوية تعبر عن الثقة، والضعيفة قد تعكس تردداً أو خجلاً. وضعية الرأس تكشف الكثير. رفع الرأس يدل على الاعتزاز بالنفس، وخفضه قد يشير للحزن أو الخضوع. القدمين أيضاً لا تكذب، اتجاههما يظهر إلى أين يريد الشخص الذهاب. لغة الجسد غالباً تكون صادقة أكثر من الكلام، لأنها تصدر من العقل الباطن. لكن لا تحكم على إشارة واحدة فقط، بل راقب مجموعة من الحركات معاً، فالسياق هو ما يعطي المعنى الحقيقي. تعلم قراءة لغة الجسد يجعلك تفهم الناس بعمق، ويجعلك أكثر وعياً بنفسك أيضاً. وفي النهاية، من يفهم الجسد يفهم الإنسان. إذا أعجبك هذا المحتوى، لا تنسى الاشتراك لمزيد من حقائق علم النفس.